أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع في باب الحقوق المتعلقة بالتركة. التعريف الشرعي للتركة. كنا قد تناولنا في الدرس الثالث وذكرنا أن للفقهاء في تعريف الشرعي للتركة 3 آراء. في الدرس الماضي أخذنا الرأي الأول، وفي هذا الدرس نأخذ الرأي الثاني، وهو تعريف الأحناف للتركة. قالوا الأحناف أن تركة الميت هي فقط جميع أمواله صافية عن تعلق حق الغير بعين من هذه الأموال. كيف ذلك؟ يعني ما هو الحق الذي تتعلق بعينه دين ما؟ فلو ضربنا مثال أن هذا الإنسان وقع في أزمة مالية وأراد أن يستقرض مبلغا كبيرا من المال، فأقرضه شخص هذا المال وليكن 1,000,000 أو 2,000,000. بالمقابل طلب هذا الشخص ضمان لأمواله، فرهن له عقارا، بناء مثلا أو أرض واسعة، فأصبحت هذه الأرض أو هذا العقار البناية مرهونة لهذا المبلغ. لا يصح لصاحب العقار أن يتصرف بالأرض أو في البناء إلا بعد سداد هذا الدين الذي تعلق بعين العقار ذاته. إذن هذا الحق تعلق أثناء الحياة في عين من أعيان ما يملك هذا الشخص، وهو حي لا يستطيع أن يتصرف بهذا الملك. فقالوا الأحناف من باب أولى إذا مات لا يستطيع الورثة أن يتصرفوا بهذه الأعيان إلا بعد سداد هذا الدين المتعلق بهذا العين. وضحت أظن إن شاء الله. إذن قالوا الأحناف أن التركة هي الأموال الصافية عن تعلق حق الغير بعينه. فما دام هذا الشخص لا يملك التصرف في الأعيان التي تعلق بها حق الغير، فأولى لا يكون له فيها حق بعد وفاته. وضرب في الدرس مثال الرهن، المبيع الذي لم يدفع ثمنه لا يدخل في التركة. وقالوا الأحناف أن المال عندهم يشمل العينيات من نقود وعقارات ومنقولات، الحقوق المالية مثل ديونه على الغير، حقوق التقاعدية، الدية. الحقوق المالية منه ما يورث فيعتبر تركة كالشفعة وحقوق الارتفاق، أو في حقوق طبعا لا تورث ولا تعتبر من التركة كحق الحضانة وحق الوظيفة والولاية وما إلى هنالك من هذه الحقوق التي ليس لها صلة في المال. بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.